ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كيك الشوكولاته الاقتصادي. الكيكه بتاعتنا النهارده جميله جدا وموفره واقتصاديه، وكل مكوناتها ان شاء الله هتبقى موجوده عندك في البيت. هنعملها من غير لبن ومن غير بيض ومن غير سمنه ولا زبده. وهنعمل كمان صوص الشوكولاته بتاعنا النهارده، هنعمله مع بعض من غير شوكولاته ومن غير حليب. ويلا فرحي بقى اولادك واعملي لهم الكيكه القمر دي الجميله ديت، اللي يعني مش هتكلفك اي حاجه. وكل ما هتخلص من عندك هتبتدي تعمليها من تاني برضو، هتعمليها على طول، وهتبقى يعني معتمدة عندك الكيك الجميل ده كده على طول. عارفين انتوا يعني زي كأنكم كده بتاكلوا ايه؟ قطعة جاتوه، مش بتاكلوا كيك خالص، كيك بالشوكولاتة. ولو اول بقى مرة بتشوفيني، انا مطبخ يسر، وما تنسيش تعملي اشتراك ولايك وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا بقى نبتدي ونشوف مع بعض عملنا ايه. اول حاجة هنا معانا كوبايتين من الدقيق، وهبتدي ان انا هضيف على الدقيق كده هوت معلقه كبيره من البيكنج باودر او باكو من البيكنج باودر. وهنضيف كمان ربع معلقه كده ممسوحه صغيره من البيكربونات الصوديوم. هنا بيكربونات الصوديوم بيدي هشاشه كده هوت للكيك بتاعنا وارتفاع حلو برضو. ورشه كده من الملح، وهبتدي ان انا ايه هنخلهم. احنا هنا عايزين ننخل المواد الجافه دي، الدقيق والحاجات اللي حطيناها عليه، هننخلها حوالي 3 4 مرات كده مع بعض. كده نخلنا اول مرة اهو، وهنبتدي هنرجع بقى. بصوا اهي اتنخلت، هقلبهم كده بقى ايه مع بعض اهي زي ما انتوا شايفينها. خلاص هنبتدي ان انا هنخل مرة كمان معاكم، وبعد كده انا نخلتهم كمان مرتين، يعني حوالي 4 مرات نخلت كده الدقيق. كل ما بتنخلي الدقيق في اي وصفة انت بتعمليها بيديكي نتيجة يعني ايه افضل، وبيديكي نتيجة احسن. هنا خلاص خلصنا بقى كده النخل بتاعنا. هنبتدي بقى ان احنا ايه هنعمل المواد السايله في الخلاط بقى مع بعض. هنا هو كوبايه الا ربع من السكر، عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام. ما عندكيش كاكاو خام، هنعمل لو عندك بقى كاكاو محلى تحطي منه 3 معالق كبار، مفيش حاجه يعني ان شاء الله هتوقفك. وهنضيف كمان هنا معلقه كده صغيره من النسكافيه سريع الذوبان. هنا هو دوت بيعزز الطعم الكيك كده وبيديكي طعم وريحه حلوه. وكمان ملحوظه ان الكوبايه اللي انا بعاير بيها كل المقادير هتعايري بيها كلهم، يعني هي كوبايه واحده بس نفس المقاس. تمام. وكوبايه الا ربع من الزيت، ومعلقه خل كبيره كده ضفناها. وهنضيف كوبايه من الميه الدافيه، والميه ولا تبقى بارده ولا تبقى سخنه قوي، يعني يا دوب تبقى دافيه كده بس معاكي وسط. تمام. لحد دلوقتي كل مقاديرنا سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه. وهنضيف كمان هنا هو فانيليا. احنا مش حاطين بيض، بس هنا الفانيليا هتديكي كده هو الطعم حلو. انا هنا ضفت فانيليا سايله، ما عندكيش الفانيليا السايله ضيفي يعني باكو فانيليا عادي من التانية البودره. وهنبتدي بقى نضرب كل المكونات كده هو حلو مع بعض كويس جدا لحد ما ايه السكر معانا يدوب في كل المكونات بتاعتنا. هنا خلاص خلصنا بقى ضرب كل المكونات كده زي ما انتوا شايفين. هبتدي كده هوت ان انا اخدها وهحطها بقى الخليط دوت هنحطه على الدقيق، هنضيفه كده على الدقيق اهو. واحنا بقى كده بنخلط كدهوت الحاجة مع بعض كده، هنبتدي بقى ان انت بقى تشغلي الفرن طبعا قبليها كده ب10 دقايق او حاجة، وبيبقى سخن طبعا الفرن على درجة حرارة 180. هنا بقى كده هنبتدي ان احنا نقلب الكيك بتاعنا كويس كده، وبالتقليب بتاعك بيبقى في اتجاه واحد. وتاخدي كده تقلبي بقى ايه تلمي من الجناب وتلميها كده هوت من تحت، بس اهم حاجة يبقى في اتجاه واحد. اهو هنا انا بقول لكم يعني ان انتوا تعملوها هنا كده ايه تقليبت من الجناب كده عشان الدقيق يبقى كله كده دايب مع بعضه كده المكونات كلها، وما يبقاش فيها اي تكتلات. تمام. هو ده بقى القوام بتاع الكيك بتاعنا اللي احنا يعني محتاجينه كده زي ما انتوا شايفينها. هنجيب بقى صينية كده مقاس 24 او 25، نبطنها كده بالزبدة او بالسمنة وبرشة كده من الدقيق عليها عشان الكيك ما يلزقش. وهبتدي كده ان انا هحط خليط الكيك بتاعي اهو زي ما انتوا شايفينها كده، ويبقى الفرن ايه مسخنينه على درجة حرارة 180. وهنضيف وهنحط الكيكة بتاعتنا على الرف اللي في النص
على درجة حرارة 180. هبتدي بقى قبل ما احطها في الفرن ان انا اخبطها كده خبطتين كده، بس نطلع منها ايه الهواء، وبتقعد لمدة من 40 ل 45 دقيقة يا دوب. بس هي كده هتستوي معاكي، وشها ما احمرش، بتطفي من تحت وبتشغلي الشواية وبتسيبيها في الفرن. بعد كده بتطفي من تحت وتسيبيها في الفرن كده لمدة 5 دقايق او حاجة، وبعد كده بقى بتطلعيها. وهنشوف بقى مع بعض دلوقتي كده ان احنا هنعمل مع بعض صوص الشوكولاتة. ضفنا هنا الاول 3 معالق كبار من السكر، وهنضيف عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام، او ما عندكيش كاكاو خام هيبقى كاكاو المحلى زي ما قلنا، بس برضه هيبقوا 3 معالق. وهنا هنضيف كده هو معلقة صغيرة من النسكافيه اللي هو سريع برضو الذوبان، ومعلقة ونص كده من النشا. هنا كده الصوص بتاعنا اقتصادي وجميل جدا، صوص الشوكولاتة حلو قوي. وهنضيف كمان كوباية من المية اهي زي ما انتوا شايفينها، مية من الحنفية عادي جدا، كوباية. وهبتدي ان انا اقلب، ورشة كمان من الفانيليا السايلة او الفانيليا البودر مفيش اي مشكلة. وهبتدي بقى ان احنا هنقلب كده كل المكونات مع بعض كده على البارد لحد ما تدوب. وبعد كده هاخدها بقى ارفعها على النار اهي، وايديكي بقى كده بالتقليب مستمر لحد ما القوام هيتقل كده معانا دلوقتي زي ما انتي ما هتشوفيه. اهم حاجة ما تشيليش ايديكي من التقليب بتاعها اهو. بصوا خلاص، بصوا ده بقى قوام الصوص الاقتصادي بقى الشوكولاته بتاعنا. هبتدي ان انا هحط كده هوت مكعب من الزبده، يعني دي حوالي كده معلقه من الزبده. ما عندكيش زبده يبقى معلقه سمنه بلدي، ما عندكيش معلقه سمنه بلدي حطي معلقه يا ستي من الزيت، مفيش اي مشكله. هي بس مجرد ان هي هتديها لمعه كده هوت معانا زي ما انتوا شايفين كده. احنا ايه عملنا الصوص الشوكولاته بتاعنا، يعني قرب ما كانت الكيكه بتاعتنا دخلت في الفرن احنا كنا بنحضر ايه صوص الشوكولاته كده. بصوا بقى جمال الكيكه بتاعتنا طلعت اهي، شايفين بقى شكلها عامل ازاي اهيت. وهبتدي بقى ان انا ايه هسيبها لحد كده ايه ما هتبرد معايا، بس المهم غطيها بحاجه عشان ما تنشفش معاكي. وهسيبها بقى لحد ما هتبرد خلاص. هي بصوا بقت تمام معانا وخلاص بردت اهي. بصوا منظر الكيكه. هنبتدي بقى دي ايه اللحظه الحاسمه ان احنا هنقلبها كده مع بعض، وربنا يستر. بس الحمد لله ربنا سترها وطلعت ايه سليمه معايا وكويسه ما فيهاش اي حاجه اهو. بصوا بقى جمال الكيكه والارتفاع يعني بتاعها، وبصوا هشه جدا عامله زي الاسفنج كده اهوت معاكي. بصوا بقى هنا هنبتدي ان احنا عايزين نسقي بقى الكيك بتاعنا. طبعا احنا قلنا النهارده اقتصاديه وما فيهاش لبن ولا حاجه. هنجيب كده اهوت نص كوبايه من الميه، وهنضيف عليها كده معلقه ونص كده من السكر صغيره، يعني كده معلقه صغيره. وهناخد كده من صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه اهو، هنضيف كده اهوت. بصوا زي ما انتوا شايفين يعني حوالي كده ايه معلقتين. وهنقلب بقى كويس جدا الخليط دوت كده مع بعضه، ونبتدي بقى نسقيها ايه نسقي بيه الكيك بتاعتنا. شربيها بقى من كل ايه ناحية فيها بصراحة، يعني هتطلعها يعني دلوقتي هتشوفوها كمان لما هنقطعها ونسقيها بقى بالصوص الشوكولاتة ده يعني رهيبة بصراحة، جميلة جدا زي الجاتو زي ما قلت لكم في اول الفيديو كده. هنبتدي بقى ان احنا هنضيف الصوص الشوكولاته بتاعنا اهوت. طبعا احنا سقيناها بقى بالبرضو اللي احنا عملناه ده مع بعض. هنبتدي بقى ان احنا كده هننزل كده صوص الشوكولاته اهو كله، وهبتدي ان انا هفردها بقى كده من فوق من على الكيك. بصوا مش عايزه اسيب اي حاجه من صوص الشوكولاته دوت، وعايزه انزلها كلها. بصوا هنبتدي بقى ان احنا كده ننزله، ومش مشكله لو نزلت من على الجوانب بتاعتها مفيش اي مشكله. طعمها برضو جميل تحفه بصراحه، والله كانك بتاكلي كده جاتو مش بتاكلي كيكه. بس وزعناها بقى كده زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا يا حابه بقى يعني حبيت ان انا ايه احط عليها اي شكل. كان عندي بقى الفرماسيل دوت البني ده برضو ضفته عليها كده من فوق، برضو عطاها طعم جميل. والتزيين بتاعك بقى براحتك، حابه تعمليها كده من غير اي حاجه خالص مفيش اي مشكله، اعملي برضو مفيش اي مشكله معانا. بصوا بقى شكل الكيك وجمالها عامله ازاي، هتعشقوها بصراحة الكيكة ديت من كتر يعني حلاوتها وجمالها. هنا بقى قطعنا كده هوت الكيك زي ما انتوا شايفين اهي، واخدنا كده هوت قطعة. بصوا دلوقتي هنقطعها مع بعض القطعة دي، وشوفي بقى الجمال بتاعها يبقى عامل ازاي.
وقوام الكيك بتاعنا جميل جدا، والارتفاع برضه بتاعها حلو قوي. بصوا بصوا من جوه طريه وهشه وجميله ازاي، على الكيكه بتاعتنا عامله ازاي. بصوا كانك بتاكلي بالظبط قطعه جاتوه. بس كده، وده بقى كان فيديو النهارده بتاعنا الجميل، الكيك الشوكولاته الاقتصادي، واستنوني بقى في فيديو جديد. مع السلامه.